السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا في قناتي عزة شانل. هنعمل مع بعض النهاردة شوربة البروكلي بطريقة سريعة جدا وبسيطة، وطعمها بيبقى حلو جدا في الشتاء. الاطفال والكبار بيحبوها. يلا بينا نروح نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. يا ريت تدعميني بلايك واشتراك، ويلا بينا نروح نشوف بقية الوصف. اول حاجة كده يا بنات، علشان نحضر شوربة البروكلي قبل ما نبدأ الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. معايا كده شوربة سخنة، تكون سخنة علشان البروكلي يستوي معاكي بسرعة. وكمان معايا بروكلي مغسول ومتقطع صغير. لو انت حابة تاكلي كده الشوربة زي ما هي قطع كده، بنقطعه بالشكل ده كده قطع صغيرة. ولو هتضربوه في الخلاط يبقى اي تقطيع بقى مش مشكلة. بس هم دول المكونين اللي بيتعاملوا مع شوربة البروكلي، وبيبقى طعمها حلو جدا جدا. الشوربة والبروكلي بس، مفيش اي توابل ولا حاجة علشان ما يديش كده، يبقى طعمه حامي شوية. لو انتوا بقى ما عندكوش شوربة، ممكن تشتروا مواسير او عظم، يعني بقر او حاجة من الجزار، وتغلوها وتعملوا بيها، يبقى طعمها حلو طبعا جدا، احسن من غير الشوربة. او مثلا نجيب هياكل فراخ او اللي هي عظام الفراخ من عند الفرارجي، وتغلوها برضو بنفس الشيء مع بصل وتوابل وكده، هيبقى طعمها حلو جدا. لو ما فيش خالص ومش متوفر، يبقى هنشوح بصل وثوم، ونشوح فيهم البروكلي وشوية توابل كده بسيطة علشان يدوله طعم. وبعد كده بقى هنعمله، بس يفضل طبعا بالشوربة. بعد كده بقى هنروح على النار، هنحطهم الاتنين كده في حلة، ونشوف هنكمل الوصفة ازاي مع بعض. كده يا بنات بسم الله، هنحط كده الشوربة، وهنحط عليهم كده قطع البروكلي. لو الشوربة قليلة شوية هنزودها كده بالشكل ده يا بنات. وهزود شوية شوربة كمان. انا كده يا بنات زودت الشوربة بتاعتي شوية. لو انتوا حابين قوامها يكون كثيف، لما تضرب في الخلاط هتقللوا الشوربة شوية. وبعد كده بقى هنغطي عليها لما تستوي، ونرجع نشوف هنقدمها ازاي مع بعض. وده كده يا بنات شكل طبق البروكلي بتاعنا بعد ما استوى خلاص، بقى مستوي خالص وطعمه حلو جدا. لو حابين تقدموه بالطريقة دي بتقدموه، لو حابين تضربوه بقى في الخلاط هنضربه برضو ونشوف هيبقى شكله ازاي. بس برضو ده كده بيبقى شكله وطعمه حلو جدا. ان شاء الله تجربوه يعجبكم، وهوريكم كمان لما نضربه في الخلاط هيبقى شكله ازاي مع بعض. وده كده شكل الشوربة بتاعتنا بعد ما ضربناها في الخلاط. طعمها حلو جدا وسريعة، ما بتاخدش اي وقت خالص. جربوها طول فصل الشتاء، مغذية جدا جدا، بيرفع المناعة جدا البروكلي، ومغذي بيقلل كمان من الكوليسترول الضار. يا رب الوصفة تكون عجبتكم النهاردة ان شاء الله. يا ريت بقى تدعميني بلايك وكومنت حلو منكم. اشوفكم فيديو جديد على خير بإذن الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.